السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. سام حفني معاكم. في الفيديو ده هنتكلم عن إمتى تبتدي تصميم اليو اي. الفيديو هيكون مكون من سيناريوهين. أول سيناريو خالص بيكون لو بروجكت صغير بوقت قليل جدا، زي أو هتبقى محتاج إيه علشان تبتدي الديزاين. والسيناريو التاني هيكون لو أنت في شركة كبيرة يعني كوربريت أو شغال على مشروع كبير بوقت طويل، إيه الحاجات اللي أنت هتكون محتاجها علشان تبتدي تصمم ويكون التصميم بتاعك مضبوط وبيحقق الأهداف المتنوعة اللي إحنا عارفينها سواء business أو users. طيب، أول حاجة هنبتدي بالsmall projects أو المشاريع الصغيرة. لو أنت مثلًا تعالَ نتخيل إن أنت freelancer جالك عميل، والله أنا عايز أعمل ويب سايت. الويب سايت ده مكوّن من صفحتين 3 مثلًا وعايزه خلال يومين أو 3 أيام. طيب لو أنت في مشروع صغير، أول حاجة ممكن تكون متاحة بالنسبة لك أو العميل اللي هو هيدّيها لك هي بتبقى الbrief أو الPRD. بيكون فيه كل التفاصيل اللي هو محتاج اللي هو يوصّلها لك علشان تبتدي الشغل بتاعك. بيعرّفك عن الشركة، بيعرّفك عن أهدافه اللي هو عايز يحققها، بيعرّفك هو ليه عايز يعمل الويب سايت ده، عايز يوصل لمين، عايز يachieve إيه، كل الكلام الجميل ده. بعد ما تقرا الbrief كويس جدًا، لو أنت فاهم كل اللي فيه، خلاص هتروح للمرحلة اللي بعدها. لو أنت مش فاهم، هتعمل meeting مع الclient، ودي نقطة مهمة جدًا، لإن في ناس ممكن تصمم وهي مش فاهمة أوي. يعني مثلًا ممكن يبقى فاهم بعض النقاط اللي في الPRD والحاجات الclient اللي هو عايز يوصل لها، ولكن في حاجات برضه مبهمة هو مش فاهمها. ممكن يكون فاهمها بفهمه هو أو قرر إن هو يفهمها بفهمه هو كمصمم يعني، وللأسف ممكن يبتدي إن هو يصمم بناءً على كده وهو فاهم غلط. فلو في أي حاجة أنت حاسس إن أنت مش فاهمها كويس، لازم تعمل meeting، يكون meeting حاجة كده بينك وبينه، يعني remotely بقى أو تقابله شخصيًا أيًا كان. المهم إن أنت تقابله علشان تحضّر أسئلتك. يعني أنت قريت الPRD أو الbrief، طلّعت الأسئلة بتاعتك، تعمل الmeeting بقى. والله أنا مش فاهم الحتّة دي، مش فاهم الحتّة دي، مش فاهم الحتّة دي، حاول أنت توضّحها لي وتتأكد إن أنت خلاص مُلِم بكل حاجة في الbrief ده وفهمت كل حاجة وكل تفصيلة وما فيش أي حاجة فايتاك. بعد كده بتبقى محتاج طبعًا الcontent طبعًا بيبقى مهم جدًا عشان تبتدي التصميم، لإن الvisuals عامةً أو حاجات كتير أوي بتبقى مُعتمدة على الcontent. فوالله الcontent متاح تمام جدًا، هتبتدي تصمم بقى على طول الproject الصغير ده وتخلّص على طول، وهتبتدي طبعًا UI على طول. ويعني قليل أوي لو هو مدّيك time frame صغير جدًا، قليل أوي ما هتعرف تعمل research أو هتعرف تعمل أي حاجة تاني غير إن أنت تصمم على طول. وهو بيبقى عادةً المشاريع دي بتبقى يعني مباشرة جدًا straight forward كده. هو هيروح قايل لك والله أنا مثلًا عايز أعمل ويب سايت ده الbrief بتاعي أهو أو الbusiness requirements أهي، وعندي مثلًا inspirations أهي، وعايز ويب سايت زي ده أو ده أو ده. أنت تشوف الحاجات اللي هو ادّاها لك دي وبعد كده تصمم بناءً عليها. فدي بتبقى دنيتها سهلة والموضوع ده بيبقى بسيط وما بياخدش وقت. ولكن يعني لازم تخلّي بالك كويس أوي إن أنت فاهم، علشان أنت لو مش فاهم وصممت من غير ما تبقى فاهم، وهو جه يستلم منك ولقى الدنيا معكوكة كده، مش هتبقى حلوة بالنسبة لك. ولو خدت feedback وِحِش هتُقع، خصوصًا لو أنت لسه بتبتدي. فلازم تتأكد مليون في المِيّة إن أنت فاهم كل معلومة وكل حاجة أنت بتصممها. طيب الcontent لو available هتبتدي، لو مش available هتrequest طبعًا إن هو يدّيك content وما تصممش. لو هو بيقول لك مثلًا يعني حُط أي حاجة، أو في ناس كده بتبقى عندها إلى حدٍ ما لا مُبالاة شوية، فأنت تُقف بقى مع الناس اللي عندها لا مُبالاة، لإن دي مسؤوليتك برضه في الآخر. لو صممت غلط أو لو صممت حاجة مش اللي في دماغه، أو هو فاهم إن أنت فاهم مثلًا بس أنت صممت غلط، دي هتبقى مشكلة عليك أنت مش عليه هو. يعني أنت اللي المفروض أنت اللي تُقف وتقول له لأ أنا مش هابتدي إلا لمّا يكون عندي content مثلًا، أو يعني guidelines للcontent. أنت ممكن تساعد في الcontent، وطبعًا ده هيبقى ليه برضه يعني تكلفة زيادة، لإن أنت دي مش قصتك خالص. آمم، بس ده بالنسبة للsmall projects أو الprojects الصغيرة. والprojects الصغيرة دي إحنا بنخشها لو إحنا لسه بنبتدي مثلًا الcareer بتاعنا، لو إحنا freelancers زي ما قُلنا، لو عايز بس حاجات كده تجيب فلوس سريعة. لو عايز مثلًا أنت كنت بعيد شوية عن الfreelancing platforms وراجع تاني، فممكن تاخد حاجة كده بس عشان تبتدي
تتشاف شويه كبروبوزلز، يعني بتيجي تقدم بروبوزلز. وبالمناسبه لو احنا يعني لو انتوا حابين ان انا اتكلم عن موضوع الفريلانسنج، يا ريت بس حد يعرفني، عشان لو كده برضو في شويه معلومات ممكن ابقى اشاركها معاكم، وممكن برضو تكون مفيده لو اي حد بيفريلانس يعني. ده بالنسبه للسمول بروجكتس. طيب بالنسبه للبيج بروجكتس او الكوربريت، طيب تعالى نتخيل ان انت هتكون يو اي ديزاينر، انت يو اي بس، وانت شغال في شركه كبيره. تعالى نتخيل ان هي ايجنسي وبتعملوا بروجكت لشركه كبيره برضو. مبدئيا كده انت كيو اي ديزاينر، في ناس فاهمه ان انت يعني شغلتك اللي هو هتعمل بقى المرحله النهائيه خالص بعد ما كله يكون خلص كل حاجه. انت مش هتبقى انفولفد ولا في ريسيرش ولا في ميتينجز مع البيزنس او مع الكلاينت. ودي معلومه يعني كارثيه. ليه بقى؟ طيب دلوقتي البروجكتس الكبيره دي، تعالوا نتخيل مثلا ان انت بتعمل منصه فيها خدمات. الخدمات دي ممكن تبقى مثلا 50 خدمه مثلا، كل خدمه ليها فلو. انت لو انت خدت الاوتكم في الاخر من غير ما يبقى في انفولفمنت من ناحيتك، او ان انت تشارك سواء بافكار او باي انبوتس، فانت هتكون خلاص انت في الوقت الضايع، واي حاجه بعد كده هتبقى متعبه عشان تلاقيها. لو انت عايز معلومه بيزنس هتبقى متعبه جدا ان انت تعمل ميتينجز تاني، لان المفروض ان الريسيرش هو اللي بيخلص كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبيزنس وكده، واي حاجه بعد كده بتبقى بس مكمله. فانت لو مش فاهم او لو في حاجه واقعه منك هيبقى معرفتها صعبه جدا، ولازم توصل لحد انترنالي عشان يديها لك. يعني لو انا مش فاهم، انا لازم اوصل للناس اللي كانت بتعمل ميتينجز مع الكلاينتس علشان يقدروا يدوني المعلومات اللي فايتاني. دي نقطة. النقطة التانية، انت كيو اي ديزاينر لما حد بيجي يديك اي فكرة او اي يعني ستراكشر مثلا لصفحة معينة او لفيتشر معينة، انت اوتوماتيكلي كده عقلك بيرسمها. اي حاجة بتتقالك انت بتترسم قدامك، والكلام بيتقالك انت عمال تتخيل الحاجة كحاجة فيجوال. فانت عندك خبرة كفاية وعندك معلومات كفاية ان انت تفهم ازاي تحل مشاكل معينه ممكن بتكون بتتقال في الميتينجز وبتتعدى على اساس ان هي تتعمل بحلول معينه، ولكن الحلول دي مش صح اصلا او غير قابله للتطبيق. وهم ممكن يكون اللي بيتكلم من ناحيه الشركه واللي بيتكلم من ناحيه البيزنس ما عندهمش الخبره الكافيه في اليو اي ان هو يعرف ايه الغير قابل للتطبيق وايه اللي قابل للتطبيق. فوجودك في الميتينجز دي، حتى لو انت يعني مش ملزم ان انت تحضر، لا انت تحضر علشان هيبقى ليك انبوت كويس جدا. هيبقى ليك انبوت ممكن يغير الموضوع بشكل جذري ويحسن من التجربه كتير، ويخليك ما تتعبش لما تيجي تاخد الديليفربلز في الاخر وتبتدي ان انت تصمم التصميم بتاعك. وهتلاقي نفسك ان انت بتصمم وانت اوريدي معاك النوتس ومعاك الحاجات اللي انت كنت عايز تستفهم عنها وخلاص. يعني تقريبا 70% من معرفتك تمام، معظم الحاجات اللي انت محتاجها عشان تصمم كويس قوي تصميم هادف جدا خلاص هي بقت معاك. فانت كيو اي ديزاينر اللي انت هتاخده ريسيرش اوتبوت، بس هل انت هتستنى لحد ما يبقى عندك الريسيرش اوتبوت بعد ما يكون خلص خلاص وهي دي الفاينل ستيب اللي انت هتاخدها وبعد كده تبتدي تصمم؟ لا، يعني نصيحتي ما تستناش لحد اما الناس تجيب لك الحاجه جاهزه وتقول لك اهو يلا صمم، وبيبقى معاك دوكيومنتس فيها يعني حاجات كتير ومعلومات كتير بس انت ممكن تفاجئ وانت بتصمم ان هو ايه ده، الحاجات دي معموله ليه كده، الحاجات دي ما ينفعش تعمل كده، الحاجات دي كتير قوي، الحاجات دي اوفر ويلمنج قوي، الخطوات دي كتير، الحاجات دي مش صفحتها مش هتستوعبها، اليوزر ممكن يحس بمشكله هنا، حاجات خلاص انت لان انت زي ما قلت لك انت بتتخيل الحاجه وهي بتتقال لك. فلو في اي مشكله انت حاضره في دماغك على طول هتروح قايل لا والله دي فيها هيبقى فيها مشكله 1 2 3، والناس هتقتنع. يعني صدقني الناس هتقتنع، والاوتبوت بتاع الانبوت بتاعك هيبقى مهم جدا وهيحسن مليون في المية من التجربة بشكل كبير جدا جدا. تمام، فهيبقى في ريسيرش اوتبوت زي ما قلنا، والريسيرش اوتبوت ده لو انت فاهمه هتكمل عادي للمرحله اللي بعدها، ولو انت مش فاهمه هتخش بقى في اللوب بتاعه الميتينجز، لان انت هتبقى محتاج تفهم كل حاجه قبل ما تصممها. طبعا انا بقول الكلام ده لان انا
عارف ان لو مثلا انت هتشتغل كيو اي ديزاينر في بروجكت معين، ممكن يكون انت هيبقى عندك وقت شويه فراغ على ما الريسيرش يكمل شغله. ولكن انت لو مش عندك الوقت ده وانت اصلا شغال على مشروع تاني يو اي برضه لحد اما الريسيرش يخلص، خلاص يعني انا مش بقول لك ان دي حاجه اجباريه ولازم تعملها، ولكن يفضل لو انت عندك الوقت وفعلا عندك الافيلابيلتي ان انت تحضر الميتنجز، تحضر مع الريسيرش تيم الشغل بتاع الريسيرش، يفضل مليون في المية ان انت تعمل كده وتكون انفولفد في العمليه دي جدا. فهم البيزنس، فهم البيزنس من الحاجات الكريتيكال بقى اللي هتخليك ان انت تحضر الميتنجز دي. زي ما قلنا انت لازم تفهم كل حاجه عن البيزنس، ولازم يبقى ليك انبوت لتحسين اهداف البيزنس، ولازم تضيف فاليو للبيزنس. كل لما في فيتشر تتقال لازم يبقى ليك انبوت فيها. ففهمك للبيزنس نقطه كريتيكال جدا 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 في الموضوع ده، خصوصا لو متشعب قوي الابلكيشن او البروجكت اللي انتوا شغالين عليه، وفي زي ما قلنا كده لو منصه مثلا فيها سيرفيسز وفي مثلا عدد مهول من السيرفيسز، تخيل بقى كل سيرفيس ليها ريكويرمنتس، ليها فلو، ليها يعني كذا مرحله المفروض ان اليوزر بيمشي فيها. فانت دورك ان انت تفهم كويس قوي الحاجات دي ويبقى ليك انبوت علشان تشيل من على نفسك اعباء هتحصل لو انت ابتديت يو اي من غير ما تفهم. والله بقى الريسيرش يعني يبقى كتر خير الدنيا كده واداك انفورميشن اركيتكتشر جاهزه كان بها، وهتبتدي الديزاين بتاعك والدنيا هتبقى زي الفل وجميله. ما ادكش انفورميشن اركيتكتشر، طبعا انت هتطلب ده، او ان انت هتشارك معاهم في ان انت تبني انفورميشن اركيتكتشر. الانفورميشن اركيتكتشر مهمه جدا، وبرده لو انتوا يعني اعتقد ان احنا المفروض نعمل عليها فيديو يعني عشان نعرف ابعادها ايه وبتتعمل ازاي وبتفيدنا في ايه والكلام ده كله. بيكون فيها النافيجيشن بقى بتاع الابلكيشن كله، وبيكون فيها كمان اليوزر فلوز بتاعت النافيجيشن كله. فالانفورميشن اركيتكتشر لما بتبقى خلصانه خالص كده وجاهزه، دي بتبقى حاجه كنز بالنسبه لليو اي ديزاينر، ان هو خلاص عارف النافيجيشن بيمشي ازاي باليوزر فلو. وبرضه عرفوني يعني لو محتاجين ان احنا نتكلم عنها عشان تبقى ليها برايورتي وما اخشش في اي موضوع تاني غير الانفورميشن اركيتكتشر. تمام كده. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. واتمنى يكون الفيديو ده بيضيف ليكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، ولو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن اليو اكس او اليو اي او توتوريالز الفيجما ممكن تعملوا سبسكرايب للشانل. ما تنسوش لو عندكم اي مقترحات او تعليقات تسيبوها لي في الكومنتس. لو عندكم اي فيدباك على الشرح، لو شايفين في اي حاجه ممكن تحسن مستوى الشرح او في حاجه مضايقاكم في الشرح، برضه سيبوها لي تحت في الكومنتس. ويا ريت تهتموا بموضوع المقترحات ده، لان انا بيبقى عندي شويه لخبطه كده، ما بقاش عارف اعمل حاجات ممكن تبقى ادفانسد شويه ولا حاجات للمبتدئين شويه. دي برضو حاجه هبقى محتاج الناس تعرفني ايه المستوى اللي نمشي عليه او ايه الاتجاه اللي نمشي عليه. فان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.